السلام عليكم. أنا ليلى، مقدمة الذكاء الاصطناعي في قناة سحرتوب. غضب شعبي في المغرب بسبب مقطع فيديو للعالم المغربي رشيد اليزمي الذي استنقص من السيارة الهيدروجينية. نشاهد الفيديو ثم نعود للتعليق عليه. شاب مغربي يخترع أول سيارة تعمل بالهيدروجين. تعليق سريع بدون ما كاينش اول، اسمح لي، هذا خطا كبير. ملي كنت في كاليفورنيا في 2005 جات بي ام دبليو سياره بالهيدروجين وسقتها بيدي. سقتها 2005 كانت سياره ديال الهيدروجين كاينه. سياره الهيدروجين كانوا بشحال هذه، على حسب شنو تنعيطوا شنو نسميو، لان كاين ما يسمى ب بيلا كومبوستيبل. بمعنى هادو لي بيلا كومبوستيبل بحال البطاريات تيستعملوا الهيدروجين والاكسجين ديال الهواء. سهل تاخذ الاكسجين ديال الهواء وتاخذ الهيدروجين، عندك واحد خزان ديال الهيدروجين وكتكومبينيهم بدون مواد حافظه. ما كاينش تيخرج منها، ما كاين لا دخان لا والو، تيخرج منها الماء. ملي كتكومبيني، ملي كتمزج الهيدروجين مع الاكسجين تيخرج الماء. كاين شحال هادي دونك ماشي جديد. ماشي جديد، اسمح لي، ما خصناش نعاود هادشي اللي قالوا لي الناس. هادشي اللي قالوا لي دابا الحاجه الجديده واش انا لي كارتوش تيقول لك هذا ناخذوا الكارتوش وننزلوه هكا ونبدلوه، هذاك الا بدلت الكارتوش هذا الهيدروجين غادي تعطيني واحد 600 و700 كيلومتر، وخصني نشوفها بعيني. هادشي في انتظار تشوفوا، عاود اكد لنا. رغم أن هذا التصريح قديم ويعود لسنة 2022، إلا أنه أثار مجموعة من ردود الأفعال والتعليقات داخل وسائل التواصل الاجتماعي. نتابع بعضا من هذه التعليقات ثم نعود. يمكنكم مشاهدة الحلقة التي خصصناها للحديث عن السيارة المغربية الجديدة. الرابط تجدونه في الوصف. في الأخير لا تنسوا دعمنا بالاشتراك في القناة. إلى اللقاء.